صباعك بيعلق احيانا وانت بتفرده. تعال اقول لك ايه السبب. انا دكتور احمد شميس وجاي اكلمكم كلمتين في العظم. سلام عليكم. الاصبع الزنادي عباره عن اختناق بيحصل في الوتر القابض بتاع الصباع. الوتر القابض يعني الوتر اللي بيتني الصباع. اوتار اللي بتتني صوابعنا ربنا خلق لها محطات. المحطات دي وظيفتها انها تخلي الوتر ماشي في المسار بتاعه، ما يطلعش عنه طول ما هو بيتحرك. المحطات دي لما بيحصل فيها التهاب، التجويف المتاح لحركة الوتر بيضيق، وبالتالي الوتر وهو ماشي جوه التجويف بتاعه بيحك، والحكة دي هي اللي بتعمل الألم. ولو الالتهاب زاد كمان شوية التجويف بيضيق أكتر، فالوتر يبدأ يعلق وبعدين يفك من التعليق، وهو ده اللي بيعمل الطق أو الصوت. ولو الموضوع زاد شوية كمان الصباع بيعلق وما يفكش لوحده، فنضطر إن إحنا نفكه بإيدنا التانية. ولو زاد شوية كمان ممكن نوصل لمرحلة إن الصباع يعلق وما نعرفش نفكه ولو حتى بإيدنا التانية. وهم دول الأربع مراحل بتوع الإصبع الزنادي. المرحلة الأولى ألم، ثم تعليق أو طقة، ثم تعليقة ما تفكش لوحدها نعرف نفكها بإيدنا التانية، ثم تعليقة ما نعرفش حتى نفكها بإيدنا التانية. إيه هي بقى عوامل الخطورة بتاعت الإصبع الزنادي؟ أول حاجة مرض السكر. الإصبع الزنادي في العادي بيأثر على 2 ل 3% بس من الناس، لكن في مرض السكر الرقم ده بيرتفع ل 10%. المرض كمان بيزيد في الستات اللي فوق 50 سنة، وبيزيد في الناس اللي بتشتغل بإيديها كتير عموما سواء رجالة أو ستات. وأكتر صوابع بتتصاب هم البنصر والوسطى. الإصبع الزنادي كمان بيزيد في الناس اللي عندهم روماتويد، وبيزيد كمان في اللي عندهم متلازمة النفق الرسغي اللي اتكلمنا عنها قبل كده. 60% من اللي عندهم الإصبع الزنادي عندهم كمان متلازمة النفق الرسغي. دلوقتي عايزين نعرف إيه هي بقى أعراض الإصبع الزنادي وإزاي بنعالجه. الأعراض هي الحاجات اللي إحنا قلنا عليها قبل كده: الألم والتعليقة والطقة اللي بتحصل أحيانا أو بنسمعها، وكمان بيكون في جزء صغير ناشف بالظبط في الحتة اللي أنا حاطط عليها صباعي. الجزء ده لو ضغطنا عليه الألم بيزيد، وهو ده الجزء اللي بيكون عنده الاختناق. وعلشان نشخص إحنا مش محتاجين أكتر من كده، مش محتاجين ولا أشعة ولا تحاليل علشان نشخص الإصبع الزنادي. طيب إزاي بقى بنعالج الإصبع الزنادي؟ علاج غير الجراحي عبارة عن راحة ومسكنات، وده لازم نبدأ بيه، بس بيجيب نتيجة مع أقل من نص الحالات. بعد كده ممكن نجرب حقن الكورتيزون الموضعية، ودي أفضل علاج مبدئي لكل الحالات تقريبا. 60 ل 90% من الحالات بتتحسن بعد حقنة الكورتيزون الموضعية، لكن التحسن في مرضى السكر بيكون أقل من كده شوية. وكمان كل ما كانت الأعراض بقالها فترة أطول كل ما نسبة التحسن مع حقن الكورتيزون الموضعية بتقل. أما العلاج الجراحي فده بنلجأ له لو العلاج غير الجراحي ما جابش نتيجة، والعلاج الجراحي بيجيب نتيجة في أكتر من 90% من الحالات. في الجراحة إحنا بنفتح جرح صغير خالص في نفس المكان اللي شاورنا عليه قبل كده، وبنعمل عملية في أقل من 10 دقايق، ونتائجها زي ما قلنا بتبقى هايلة. ولو حاسس إنك استفدت من الفيديو أو تعرف حد عنده الأعراض أو ممكن يستفيد بالفيديو ده، يا ريت لو تعمل لايك وتنشره علشان غيرك يستفيد. ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.